السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. احنا قاعدين في رمضان اهو مستنيين الأسعار تنزل زي ما الحكومة قالت لنا. قالوا لنا السعر هينزل في رمضان، فاحنا قلنا تمام اوكي، يعني اللي فات ده كله كوم، واللي جاي ده بقى ان شاء الله يعني هيخف الأعباء عننا شوية. نتفاجئ الساعة 12 بالليل الحكومة اختارت توقيت يعني مناسب جدا الساعة 12 بالليل قرار بارتفاع كل أسعار المحروقات، بداية من السولار، بنزين، الغاز. بسم الله ما شاء الله، الأنبوبة بتاعت الغاز من 75 جنيه ل 100 جنيه. طب الأنبوبة لما تكون سعرها في المستودعات ب 100 جنيه على ما تتنقل وتطلع للناس كام دور هتبقى سعرها كام؟ ده وهي ب 75 بتطلع للناس ب 90 وب 100 جنيه. طيب البنزين زاد من 80، يعني البنزين 80 زاد جنيه، ال 92 زاد جنيه، ال 95 بتاع الطبقات الهاي كلاس العربيات الهاي زاد جنيه. هل من العدل والمساواة ان الناس اللي بتستخدم البنزين ال 80 يزيد جنيه، والناس اللي عندها العربيات والناس الاغنياء والناس اللي معاها فلوس ما شاء الله وعربيات غاليه جدا يتساووا بالناس الفقراء؟ ده جنيه وده جنيه، ال 80 يزيد جنيه وال 95 يزيد جنيه. يعني فين العدل؟ فين العدل؟ الناس دي بتنام يعني بيكملوا عشاهم نوم. ولا كان من الافضل ان انتوا تخلوا الطبقات العاليه اللي المفروض ان هي ما بيبقاش ليها دعم اصلا؟ ما انتوا كده بتقولوا من الطبقات الغنيه دي مالهاش دعم، ما بتاخدش تموين. طب ليه البنزين هم كمان ما ياخدوش فيه دعم وتخلوا من الناس اللي بتدفع في البنزين ال 80 يعني كفايه عليهم 50 قرش وارفعوا زي ما انتوا عايزين لل 95؟ يعني هنا بيكون فيه مساواة، ده مش هتفرق معاه ال 2 و3 جنيه زيادة. لكن اللي بيستخدم ال 80 ده ما هوش عارف هيجيب منين تمن البنزين كام لتر. نيجي بقى دلوقتي للارتفاع بتاع البنزين دلوقتي والغاز، هيعمل فينا ايه؟ بداية من رغيف العيش. الافران دي بتشتغل بايه؟ مش بتشتغل بالغاز ولا بتشتغل بالبنزين ولا بيشتغلوا باي حاجه. الرغيف انا بشتريه دلوقتي ب 3 جنيه قد كده، بعد ما الاسعار الجديده هتنزل ان شاء الله، لان طبعا طالما الوقود بيغلى كل شيء في الحياه بيغلى. الرغيف هيصغر يا اما هيغلى. مطاعم الفول والطعميه باذن الله كده هتلاقي شويه الفول بقى قد كده، الطعميه بقت قد كده. طيب الاكل اللي احنا بنشتريه من كل حته، من اول الخضار طبعا النقل هيزيد، فبتوع الخضار والفاكهه هيقول لك الاسعار زادت، بتوع الفراخ هيقول لك الاسعار زادت، ما هو نقل. كل السوبر ماركتات هتعلي الاسعار ويقول لك بسبب النقل، وانت ما انتش عايشه، انت ما انتش شايفه الاسعار عامله ازاي. طب هو احنا مفروض ان احنا منتظرين الاسعار تنزل في رمضان ولا تعلى في رمضان؟ يعني انا ليله رمضان انا شاريه مثلا البيضه كانت ب5 جنيه، انا شاريها امبارح ب5 جنيه ونص. فين العدل لما يكون في وقت الناس مش لاقيه تمن الرغيف دلوقتي واحنا في رمضان، والناس كلها دلوقتي مش عارفه هتكمل الشهر ازاي وداخل علينا العيد؟ طب اصبروا لما نعيد، يعني اصبروا لما نخلص عيد رمضان وعيد واعملوا اللي انتوا عايزينه. انما دلوقتي الناس في رمضان الناس ماشيه بتكلم نفسها في الشوارع، الناس مش عارفه تكمل الشهر، داخل علينا عيد، الدنيا هتكمل ازاي معانا؟ احنا مش عارفين. انتوا وعدتونا بان الاسعار هتنزل، نتفاجئ ان الاسعار هتعلى اكتر من الاول. هل ده من المنطق؟ يعني انا انزل اشتري خضار هلاقيه سعره زاد، هشتري بقاله سعرها زاد، كل حاجه زادت. طيب كميه الغاز اللي بتاخده المطاعم في الانابيب الغاز، انا هتكلم مثلا عن الناس السوريين ولا السودانيين ولا اليمنيين اللي فاتحين عندنا في مصر هنا مئات الالاف من المطاعم. الناس دي بتستخدم يوميا كام انبوبه غاز؟ كام مليون انبوبه غاز؟ طب الناس دي كلها كده بتاخد دعم زينا؟ يعني الناس دي يعني اصحاب البلد اولى بالدعم ولا اي حد جاي من بره بيفتح مطعم وعايش هنا معانا في مصر بياخد نفس الدعم بتاعنا في الغاز وفي الكهرباء وفي الميه؟ يعني احنا ايه دلوقتي اللي بنمتاز بيه عن الناس اللي جايين من بره؟ المطاعم دي نفسها
بيستهلكوا كام فرخة، كام مليون فرخة في المطعم يوميا. هل الارتفاع بتاع الأسعار الفراخ ده مش بسبب اللي المطاعم عمالة بتستهلكه؟ وطول ما في سحب في ارتفاع في الأسعار، طب انتوا كده خدتم أكل الغلابة، يعني الفرخة دي كانت أكل الغلابة. دلوقتي السعر بتاع كيلو الفراخ ب 115 جنيه ولا بقى زاد اكتر دلوقتي. هو مش كان اولى بيه الغلابه اللي مش عارفين يشتروا فرخه في رمضان؟ طب الناس دي واخده كل الامتيازات اللي اصحاب البلد نفسها مش عارفين يعيشوا في البلد بالاسعار اللي زي دي. الناس دي كلها ما يترفع عنها الدعم. الفقير اولى بيه. الاسعار كلها دلوقتي اللي عماله بترتفع، ده بتوع الزراعه نفسهم دلوقتي الالات بتاعتهم بتشتغل كلها بالسولار وبالبنزين، اللي بيزرعوا بس. طب بعد ما الاسعار بتاعت الوقود ارتفعت، اسعار الخضار والفاكهه تبقى ازاي؟ ده غير النقل نفسه. هو انتم يعني لما فكرتوا ان انتوا هترفعوه في التوقيت ده في رمضان في شهر 3، هو مش مفروض ان هو يعني الزياده بتبقى ربع سنويه؟ يعني هو لسه زايد في يناير، طب مش كان هيبقى في ابريل؟ طب كنتوا استنوا علينا لما نعيد الاول وبعدين ارفعوا الاسعار. يعني انتم حسوا بالناس شويه وشوفوا الناس تعبانه ازاي، هي الناس بتقضيها ازاي انتم ما تعرفوش. يعني انتوا بتقولوا الدنيا ماشيه، الناس تتحمل، الناس والله ما هي متحمله. ناس طالع عينيها، الناس تعبانه والجوع زاد والتعب النفسي زاد. واستغفر الله العظيم يا رب، احنا في رمضان في ناس مش حاسه برمضان، الناس ماشيين في الشوارع تعبانين، الناس مش عارفه تشتري حاجه، الاسعار غاليه. قلتوا الاسعار هتنزل، الاسعار عليت. قلتوا الدولار بينزل علشان الاسعار تنزل، الدولار سعره نزل ونزل والاسعار هي عاليه. طب ايه، امتى هنحس باللي انتوا بتقولوه؟ هتنزلوا لنا الاسعار امتى؟ انا منتظره كده في اي لحظه انزل اشتري اي حاجه. انا لسه ما نزلتش، انا لا اعرف المواصلات دلوقتي بقت عامله ازاي. زمان التكاتك زادت، الميكروباصات زادت، العربيات زادت، التاكسيات زادت، كل وسائل المواصلات زمانها زادت. طب ايه؟ طب امتى هترفعوا الاعباء عننا شويه؟ امتى هنحس ان احنا الدولار فعلا نزل؟ امتى هنحس بده؟ انا مش عارفه هو اللي اتخذ القرار حالا يعني فكر فيه ازاي، انا مش عارفه. ولكن بجد لنا ربنا، يعني انتوا خليتوا يوم الخميس بالنسبه لنا صب صب صب. يعني خلوه مره الجمعه، خلوه مره الجمعه علشان الناس يعني بقت لها ذكريات مش حلوه ابدا في يوم الخميس. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.